السلام عليكم، اهلا بكم في عالم الطيور. احنا حاطين علاج يا جماعه للفرخه اهو، شايفين؟ هو ده عايز يموت اهو. احنا حطينا له علاج، فربنا يسترها بقى على الباقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في عالم الطيور. النهارده بصور لكم من عند الفراخ الهجين العالي، عمره 21 يوم. شايفين ما شاء الله. انا طلعت دلوقتي يا جماعه عشان انضف لهم واعلفهم وكده. بس بصراحه زعلت قوي، يعني لقيت حاجه بصراحه زعلتني، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. لقيت فرخ منهم تعبان نايم كده، شايفين؟ هو نايم كده ما بيتحركش. ده لقيته نايم وجسمه سخن قوي، فشايفين حتى بيمشي شويه ويقعد تاني. فهنضف لهم المكان ده ونشوف هنعمل لهم ايه، ونعالجهم ان شاء الله مع بعض، ونشوف هنعمل ايه في الفرخ ده. تابعوني يا جماعه وكملوا الفيديو للاخر. السلام عليكم، رجعت لكم تاني وانا بنضف عند الفراخ البلدي الهجين العالي. شايفين يا جماعه الفراخ انا نضفت لهم اهو، شلت الفرشه اللي كانت تحتهم. فانا دلوقتي طهرت لهم بجير. الجير ده انا مش هو بيستخدم بس للرطوبه والتعقيم، فبما ان الصيف ما فيش فيه رطوبه ولا حاجه زي الشتاء، فانا بستخدمه للتعقيم بس. شايفين هو رخيص قوي، الشكاره كلها على بعضها كده ب30 جنيه. فتابعوني كملوا معايا الفيديو للاخر علشان نشوف الفرخ اللي هو اللي تعبان ده، ونشوف هنحط لهم علاج ايه مع بعض. خليكم معايا وكملوا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم تاني بعد ما فرشت بكر شوات للطيور. خلاص انا فرشت طبعا الشكاير دي وعليها طبقه الفرشه اللي هي التبنق والنشاره. تمام. بحط لهم الخشبه دي، ارفع عليها العلاف عشان بس العلف ما يتبعترش على الارض. خليكم معايا بقى، كملوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف هنحط لهم العلاج ان شاء الله. والفرخ اللي هو اللي تعبان ده هنعزله لوحده، وهنشوف هنعمل معاه ايه برضه. كملوا معايا الفيديو للاخر يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعت لكم تاني بعد ما حطيت العلاج في الميه. انا حطيت لهم يا جماعه ايه، الاسبرين اللي هو الريفو. شايفين؟ اللهم بارك اهو، اللي هو الريفو ده من الصيدليه البشري. انا حطيت 4 اقراص في السقايه. تمام. فانا حطيت الاقراص، حطيتها في السقايه من هنا كده، من تحت كده، من الحته دي. ما حطيتش لهم في قلب الميه كلها، لا انا حطيت ال4 اقراص تحت كده عشان يستفادوا منه، يعني اكبر قدر من الاستفاده يعني. لان انا لو حطيت الريفو ده في السقايه دي كلها بيرقد في المكان اللي هما مش بيشربوا منه. تمام. لكن كده شايفين بترقد تحت كده، هما هيشربوا ان شاء الله عشان يستفادوا بالعلاج ده. الاسبرين الريفو يا جماعه حلو قوي للاحتباس الحراري وسخونيه الفرخ. الفراخ حرانه ومدلدلين جناحتهم كده، شايف منزلين جناحتهم ازاي، وعندهم يعني مفرهدين كده وعندهم نهجان. فانا حطيت لهم ده مرطب طبيعي كده لجسمهم، هيرطب جسمهم ان شاء الله. والفرخ التاني برضو هقول لكم عامل في ايه دلوقتي. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ شايفين بيناموا هناك اهو. يعني بصوا، مش عارفه انت عايز تموت ولا ايه في البيت. شايفين؟ ده برضو من الحرارة يا جماعة، ده كلها مشاكل حرارة. مش هقول لكم يعني اسهال ولا حاجة، انا بسطة طبعا في الارضية ما شاء الله، مفيش اي حاجة، مفيش زرق مثلا ولا اسهالات ولا اي حاجة. برضو اعراض البرد لا، مش شايفة عندهم اعراض البرد. دي كلها مدلدلين جناحتهم، منزلين جناحتهم كده ومفرهدين، ده من الحرارة طبعا. الجو حر اوي الايام دي، فربنا يسترها عليهم وان شاء الله المرحله دي تعدي على خير والحراره دي تعدي على خير. شايفين من عاملين جنحتهم ازاي؟ ده يا جماعه الاحتباس الحراري وسخونه الفرخ اللي انا بقول لكم عليه. فالفرخ التاني انا مش هحطه معاهم، انا هحطه في كرتونه لوحده. شايفين ما شاء الله؟ خليكم معايا اهو. الكرتونه دي كده، الكرتونه دي انا هحط فيها الفرخ. شايفين الفرخ عامل ازاي؟ الفرخ سخن يا جماعه، سخن، جسمه سخن قوي. فانا هحطه هنا، هحط له برده اسبرين من اللي هو الريفو ده. هات السقايه. هحط لهم في سقايه صغيره كده على قده،
هيشربوا ان شاء الله، يعني يخف باذن الله. وانا معاكم برضو وانا بعالجهم، ونشوف العلاج ان شاء الله هيجيب نتيجه ولا ايه. انا حطيت له ميه اهي، هو بقى ان شاء الله يقوم يشرب. شايفين؟ اللهم بارك. لازم يا جماعه نعزل الفرخ التعبان، نعزله عن بقيه الفراخ، عشان لو في عدوى لا قدر الله ما يعديش بقيه الفراخ. تمام. الفراخ بيشربوا الاسبرين اللي انا حطاه. حطيت 4 راس على سقايه هنا كده، والفرخ ده انا حطيت له قرصين هنا برضو. هو عنده سخونيه، ده تقريبا احتباس حراري يعني، لان مش لاقيه اي اعراض تانية. فلازم طبعا الحراره، ما هي دي اللي انا شايفاها قدامي وحساها، يعني الحراره هي اللي شديده. تمام. فخليكم تابعوا معايا يا جماعه عشان نعالجهم ان شاء الله، وربنا يسترها باذن الله ويخفوا. الحمد لله على كل حال، وقدر الله وما شاء فعل. الحمد لله. بس انا سامعه الايام دي ان في تقريبا فيروس، يعني في الكلام كتير قوي ان الفراخ بتموت. فربنا يسترها بقى يا رب على فراخنا ان شاء الله. واحنا مع بعض اهو، لو حصل اي جديد باذن الله هعرفكم برضو في الفيديوهات. وتابعوني ان شاء الله، وشوفوا معايا سلسله تربيه الفراخ البلدي الهجين العالي، وفي طيور تانية بط برضو سمان ان شاء الله على القناه، ادخلوا شوفوها. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه اعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.